السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، وربنا يبارك فيكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. وربنا كده يبارك فيكم يا رب، ويسترها معاكم كده، وتبقوا أسعد الناس في العيد الكبير يا رب. وكل اللي بيتمنى حاجة يا حبايب قلبي ربنا يتقبل منه في الأيام المفترجة دي. ربنا يدي المشتاق ويدي اللي عايز، يرزق كل واحد يا رب بالذرية الصالحة يا رب. احنا وولادنا وولاد المسلمين جميعا هنعمل مع بعض النهاردة فطير من اللي هو الفطير الفلاحي بطريقة جميلة جدا. كان في ناس طالبينه مني وعملته لهم، بس بصراحة طلع تحفة. طلع بالطريقة دي تحفة عن الطريقة اللي كنت بعملها الأول. الطريقة ديت أنا عملتها ازاي بقى؟ أنا كنت بعمل الفطيرة 3 تقرصات أو 4 تقرصات، يعني حسب ما انت عايزة. انا عملتها بقى تقريصه واحده، ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك. تقريصه واحده، التقريصه بعد عجينها وقبل ما اخبزها كده ولا احطش عليها السمنه كانت 2 كيلو الا ربع تقريص الفطيره. بس كانت فطيره بصراحه رهيبه، بالهنا والشفا اللي كلها يا رب. الطريقه ديت لو انت عملتيها طريقه جميله جدا، لو انت هتعملها مثلا للبيع او كده، يعني الفطيرة ما شاء الله أحسن من 200 جنيه، والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله، يعني أحسن من 200 جنيه. الفطيرة اللي كانت معمولة في أيام شم النسيم اللي الناس كانوا عاملينها بيبيعوها وكده، كانت ب70 جنيه وب80 جنيه وب100 جنيه. ما عمرها في حياتها ما تبقى زي دي. دي حاجة تانية خرافة. جلاش، معنى الجلاش يعني جلاش. كنت عاملاها بقى بالسمنة البلدي والقشطة. تحفة 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 تحفة، يعني عبارة عن تحفة ما اقولكوش بقى. بصراحة بقى انا بصراحة انا اول مرة، عشان بعمل فطير على طول معاكم، والله والله اقسم بالله اول مرة في حياتي اعمل فطير بالحلاوة دي والطعامة دي. قرف الناس دي كانت عسل بجد يعني. والحاجات دي بتبقى قرف يا جماعة. بصوا، اللي عايزة فطير، اللي عايزاني اعمل لها فطير تكتب لي في التعليقات، وانا هعمل لكم الفطير اللي انتوا عايزينه. انا قررت ان انا اعمل القناه ديت دي فري، يعني ايه؟ اللي عايز اعمل له فطير، اللي عايز نعمل له قرص، اللي عايز نعمل له اي مخبوزات يطلبها مني، وانا رقبتي سداده ان شاء الله. اي حاجه تخطر على بالكم قولوا لي وانا اعملها لكم. ماشي. وادعوا لي كده في التعليقات كده لربنا يرزقني ويسترها معانا دنيا واخره. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم، اختكم السهار دعا بجد يعني. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويطول لي في عمركم. وبشكر كل واحد وكل واحدة خشت سألت عليا، بشكرهم من كل قلبي، والله العظيم بشكركم من كل قلبي من التعليقات بتاعتكم اللي انتوا خشيتوا سألت عليا فيها. يعني بصراحة احلى 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 اخوات في الدنيا، ولا تقولوا لي بقى اخوات. يعني بصوا، انتوا احسن عندي من اي حد في الدنيا والله العظيم. يعني انتوا اخواتي في الله، اخواتي في الله، بس ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. حنان ايه وحب ايه وخوف عليا ايه، تحرمش منكم ابدا ابدا. انا عارفه ومتاكده ان انتوا بتحبوا حد اسمه ناديه، انا عارفه ومتاكده كده. وانا ناديه عمرها ما متغيره، مهما تعلى ومهما تروح ومهما تيجي عمرها ما متغيره. هي ناديه هي ناديه. لان انا متربيه. بصوا، الدنيا ديت الواحدة تبع تربيتها، مش مثلا انا الحمد لله شبعانة وقنعانة وشبعانة، وربنا بعت لي خير مش عند حد، والحمد لله رضا وفضل من عند ربنا. لان انا مش في قلب حاجة وحشة لحد ولا بكره حد، وبحبكم الله في الله برضه. زي ما انتوا بتحبوني انا بحبكم، وبحبكم اكتر كمان ما انتوا بتحبوني. يلا ربنا يبارك فيكم يا رب كده، وعيد سعيد عليكم وعلى اولادكم يا رب. الفطيرة بقى بمسكها بصراحة ما اقولكوش، بخليها، يعني انا هوريكم الصورة بتاعتها، لان يعني الخبيز ما كانش واضح قوي، لان انا عملت الكاميرا وفي دماغي اللي هي الخبيز واضح، بس انا ما خدتش بالي لو انا بسجل لكم، والله اقسم بالله. مسكتها بقى تخبزها الاول، خبزتها الاول. انا كنت الاول بحط سمنه تحت الفطيره، لا ما حطيتش سمنه خالص، لان السمنه بتليخ معايا وبتبهدل الدنيا. خبزتها بالدقيق، بس انا كنت عجنها عجين حلو. اهم حاجه عجين
العجين في الاول تعجنيه وتسيبيه يرتاح شويه، وبعد كده تقرصيه وتسيبيه يرتاح شويه، بيجي معاكي فل، ما تقطعش منك. مفيش واحده اتقطعت نابش رغم الكبر اللي فيها دي ما شاء الله. ليه بقى؟ عشان مكبره التقريصه من ناحيه، وعشان سبتها ارتاحت براحتها، ومعجونه حلو وعرقها حلو وما شاء الله. يعني ما اقولكوش، ربنا يبارك. كنت انا بقى خبزت كده ومروحين بقى جت قعدت قصادي. ادعوا لها يا جماعه، ربنا يبارك لها كده ويقومها بالسلامه ويسترها معاها يا رب، مع اخواتنا جميعا يا رب بحق النبي. وكل اللي ربنا وادعوا كمان يا جماعه الايه، ربنا يكمل لها يا رب كده ويقومها بالسلامه، ربنا يسترها معاها يا رب. كان هنا عندنا واحده اسمها ايه يعني كده، وربنا كرمها وربنا رزقها ان شاء الله. بصراحه انا فرحانه لها، هي في بلدنا بس بعيد عني بشويه يعني. فرحانه لها يعني، انا بفرح لاي حد يكون نفسه في الذريه الصالحه وربنا يرضيه، ربنا يرضاها يا رب ويرضي كل واحد نفسه في الذريه الصالحه يا رب حق جه النبي. كانت اسعار الاصالي بقى بتعمل اصالي يعني، بتشد اصالي يعني، بس ما كانتش باينه. بمسكها بقى الاول اخبزها على ايدي كده، وامسك بقى ايه زي ما انت شايفين كده، بمسكها بقى افردها بايدي كده حته بحته كده يعني، واحده واحده كده تفرديها، وتجيبها من النص برضه، لو نص تخنه تجيبها من النص برضه تفرديها بالراحه مش قوي يعني، عشان تتفرد معاكي يا حبيبه قلبي وما تتقطعش منك ولا اي حاجه. مش مالكه وانا قاعده قلت بقى دي ايه اللي هيقوموا لها بقى، دي اللي هيقوموا لها، الامه اللي هيقوموا لها يعني، عشان نعملها حلو يعني. إيه زي ما قلت لكم، اقول لكم تاني، لو حد عايز يعمل له فطير هعمل له فطير، بس ترسلوا لي في الرسائل وشوفوا انتوا منين، وممكن اللي انا اقدر اعمل لكم واشيع لكم اعمل لكم واشيع لكم يا حبايب قلبي. وماليش بركه الا انتوا برضه يعني، مش هتقل عليكم في الفلوس يعني مش هاخد بس الا شغل ايدي، بس الحاجه بس اللي انا احطها فيها، مش هاخد شغل ايدي ماشي. وماليش بركه الا انتوا، عشان بس ادوا فطور ام عبد الحكيم. يلا ربنا يبارك فيكم يا رب، وعيد سعيد عليكم يا رب كده، وايام مباركه وسعيده عليكم يا رب وعلى امه المسلمين جميعا. وبشكر كل اللي شافني من بره مصر من بره مصر، من مصر ومن بره مصر وجميع الدول كلها، كل اللي شافني بشكره من كل قلبي. بمسك بقى احط على الصينيه على طول، بفضل احطها على الصينيه عشان ايه ما ارجعش اشيل بقى واحط. بحط بقى حبه سمنه على ارض الصينيه كده، عشان لما اجي اخبز بقوم بقى ايه ممكن يعني مش هتعرفي تخبزيها، لازم عشان ما تلزقش منك في الصينيه. وبقوم سايباها بقى في طول مني كده ترتاح برضو على ما اخلص. واللي انا خبزتها الاول بحطها الاول في الفرن، بحطها مثلا بولع الفرن وتحطها معاكي ساعه يعني دقيقتين اتنين كده تلين في الفرن في صينيتها، وتقوم طالعه ايه خبزاها عشان ما تقطعش منك وتبقاش جامده في خبزها يعني، فاهماني؟ كانت ام رحيم بقى قامت وقلت لها اظبطي لي الكاميرا. ما شاء الله شوفوا الفطيره ما شاء الله ما اقولكوش بقى. وكانت مرقاها قوي كمان، وكنت عاملاها جلاش بقى يا جماعه، جلاش. هتشوفها الوقت وهي في الصينيه كبيره ديت، المناوله ديت كبيره ما شاء الله يعني، ما شاء الله عليها كبيره يعني. عملت بقى وقمت حطيت في الفرن، ولعت الفرن بتاعنا بقى، لان كنت وديته زي ما قلت لكم كده، وانا وديته البرندة عندنا هناك في البيت يعني، مش من الدكان، مش في الدكان، روحته البيت. السمنه بتغلي في الصينيه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، مولعه من تحت ومولعه من فوق، عشان لازم يحمر من تحت، لان لو ما احمرش من تحت مش هيبقى مستوي، مش هيبقى طعمه حلو. لازم أن يبقى محمر من تحت من فوق عشان يبقى طالع معاكي زي الجلاش كده. الصينيه الفطيره كانت قبه يعني، قبه كده وعاليه كده مفحفحه كده، وكانت جميله جدا. ما اقولكوش بقى على طعمه وريحته وحلاوته ومفيش بعد كده يعني. لو قعدت اقول لكم على الحلاوه بتاعته من هنا لبكره مش هتعرفوها الا ما تدوقوه، الا ما تدوقوه يا حبيب قلبي. شوفوا ما شاء الله الصينيه الفطيره دي مخبوزه على الصينيه ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، بالهنا والشفا اللي كلها يا رب، والله بالهنا والشفا اللي كلها. الحمد لله ما شاء الله اهي يا جماعه، بصوا ما شاء الله والله العظيم، ربنا يبارك يعني، ربنا يبارك. يلا الحمد لله والشكر لله، ربنا ما يحسن ما بين ايدينا يا رب كده، ويطلع الحاجه حلوه كده من بين ايدينا وايديكم يا رب. خلصت بقى وما شاء الله يعني ما شاء الله، قلت لهم حطيت لهم الفطيره وجابوا عسل اسمر، وقلت لهم بقى هاتوا لنا جبنه حادقه يا ولاد قديمه، والعسل بتاع الفطير ده بيحلى بالجبنه القديمه يا جماعه، ما تقولوش بقى فسيخ ولا رنجه ولا الكلام ده، بس بصراحه كانت تتاكل حاف. قعدوا بقى قلت لهم حطوا الصينيه، قعدوا ورايا بقى وانا كنت في الفرن مولع الفرن لسه، طلعت لهم اول فطيره حطيتها لهم بقى، قلت لهم كلوا بالهنا والشفا. وبعد كده خلصت بقى مع نفسي بقى
ما شاء الله يعني كده. ربنا يبارك يا رب، وربنا يخليكم كده ويسترها معاكم. وتعليقاتكم بقى يا حبيب قلبي. والفيديو يعني مش طويل، انا مش عاملاه طويل يعني عشان ما ازهقكوش. وربنا يبارك فيكم يا رب. وادعوا لي كده في التعليقات يا جماعه، اللي ربنا يعينه ويقويني ويديني الصحه واقدر اعمل كل حاجه. واللي عايز فطير يا جماعه تاني يعني يكتب لي في التعليقات، اعمل له فطير من عينيا الاتنين، ماشي. وهشيعه لكم في اي مكان. العربيات دلوقتي يعني بتوصل في اي مكان، بتودي في الموقف، والعربيه بتودي في اسكندريه، المنصوره، اي مكان انت حباه. معاش حاجه بعيد عن حبيبها يعني. اه يا جماعه بصي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويخليهم لي يا رب ويطولوا في عمرهم. بوريهم لكم بس اللقطه بس كده. بيقولوا انت هتنزلها، قلت لهم لا مش منزلاها يا جماعه، انا بصور لكم بس كده. حتى ام سامح مالت في جنب ازاي ساعه ما قلت لها كنت بصور، اما جايه مايله في جنب. كانت العيال بقى قاعده بسم الله ما شاء الله، اكني يعني اجينا اول مره اعمل فطير يا جماعه. يلا بالهنا للشيف اللي ياكل، واشوفكم بقى في فيديو جديد احلى واحلى. وكل سنه وحضراتكم طيبين.